السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. اول حاجة هنصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخواتي وحبايبي، في بداية الفيديو بتاعنا كده عاوزين ندعي لأهلنا فلسطين وغزة وسوريا ولبنان والعراق واليمن والسودان وجميع بلادنا العربية. يا رب انصرهم من عندك يا الله، نصرة عزيز مقتدر. اللهم امين يا رب العالمين. نصر عاجل وليس آجل، اللهم امين يا رب العالمين. ومصرنا الحبيبة وسائر البلاد العربية اجمعين. اخواتي وحبايبي، طبعا عايزه اقول لكم جمعه مباركه عليكم وعلينا اجمعين. يا رب يجعلها جمعه خير وهنا وبركه عليكم كلكم. طبعا عايزه اقول لكم يعني مزبله اليوتيوب رمت علينا كده على الصبحيه باسكت زباله اتحدف في وشنا. يعني عايزين نقول لها في بدايه الفيديو، انت متعوده يا مان في نهايه الفيديو هو اللي بتقولي لها لك من الله وعليك من الله ما تستحقين. هنقول لها في كل دقيقه في الفيديو. اول حاجه صلوا على النبي وتعالوا ندخل على الفيديو بتاعنا، لان الفيديو بتاعنا النهارده في شويه حاجات كده وفي كام نقطه كده. هو الفيديو مش هحاول اخليه طويل، هخليه قصير. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله. يا قلبي، ده كان طليقي، ده كان حبيبي، ده كان حبك نار مش عارفة اطفيها. الله، طب ما انت يا مدام بتقولي الناس اللي بتخش تقولك الطفشان لن يعود، والناس اللي بتخش تقولك يعني انت مش قادرة تنسي رضا، ده انت بتحبيه وبتموتي فيه. كان ردك عليهم تقولي لهم لا انا خلاص انا عادي، الراجل متجوز، الراجل خلاص يعني مراته موجودة والست حامل. انت اللي بتقولي كده، والست حامل ومراته موجودة. طب امال ايه انت طليقته؟ ده ينفع اللي تطلعي تقوله له ده كان طليقي وكان حبيبي وكان جوزي كلام يعني واحدة مختلة عقليا. انت يا مختلة عقليا يا عاوزة تخربي على الراجل ده ويحصل لا قدر الله الف بعد الشر عليه، يحصل اي حاجة ما بينه وما بين مراته وتقعدي بقى تسوقي عليه الناس من اول وجديد. وتعالوا صالحني يا رضا، وتعالى نعيش مع بعض يا رضا، وتعالى اعمل لك يا رضا. بس رضا هيرجع لك ازاي؟ انت بتقولي 3 طلقات، 3 طلقات ما ينفعش. يعني المفروض واحدة غيرك تنسى رضا تمام، تمسح رضا من ذكريات حياتها من طول حياتك بعد كده. يعني لو في العمر بقية ربنا يديكي ويدينا طول العمر، تمسحي رضا تماما تماما تماما. ما تطلعيش بالمسخرة وتطلعي عليه بالمحن اللي احنا بنقول عليه محن ده، تطلعي عليه بالمنظر ده. ولا خليها دقيقة تفوتني ما حسش بيها. نار يا حبيبي نار. عشان أسيح مش هجيب سيرتهم، بس صورة رضا حبيبي محدش ليه دعوة. حبك بورس و2 خرس و3 عمي و4 طرش. يعني مراته لما تسمع وانتي قاعده بتقولي عليه كده، طب وضعه قدام مراته ايه؟ يعني انت لازقه بغيرها. فهمناكي وقلنا لك الطفشان لن يعود يا هناء، الطفشان لن يعود. وانت ما عندكيش ريحه الدم تطلعي علينا بالمنظر ده، تطلعي يعني ما اعرفش، انا مش قادره. يعني في كان لفظ كده كان الاستاذ رضا مره قالوا على مصريه، يعني انت نفس اللي هي الجاموسه اللي هي بلاش، مش هعيده تاني، مش هقول اللفظ ده تاني لان ما كناش بنحبه. ده حبيبي، ده الحتة الشمال، محدش ده ده كان طليقي، يعني ليا حق فيه الله. لكن هو جزء من الماضي بتاعي، ولو جبت سيرته حق اجيب سيرته. حد ليه حاجة عندي حقي. مش قادرة تنسي، لا مش قادرة انساه بصراحة، مش قادرة انساه، مش قادرة ابدا انساه. انا بنام كل يوم وصورته وانا بحضنها على المخدة التانية، يعني عارفة. طب دي واحدة عاقلة تقولك انا على طليقة، ده انا بحضن صورته على المخدة التانية. انت واحدة متزنة، يعني انت فعلا ست متزنة، ولا سنك يعني يسمح لك بالكلام حتى ده. يعني الواحدة لما بتنفصل
وراميه الماضي ومقاسيه في الماضي وعاشت ايام سودا في الماضي، ما بتجيبش سيرته نهائي، بتتجاهل سيرته. يعني لما حتى حد بيجيب لها سيرته بتقول لهم لا خلاص ما حدش يجيب السيره دي قدامي، بتتعصب وبتتنرفز ان جابوا لها سيره الماضي قدامها. لكن انت بتتلذذي بسيره الماضي، انت بتحاولي تنكشي في اي حاجه انك تجيبي سيره رضا وخلاص. والله انك سيره رضا يعني عندك شيء اساسي. قولي. فين الوسادة الخالية؟ اهي دي. كل يوم بصوا صورته كده باخده. امبارح نمت كويس على فكرة عشان خدته في حضني ونمت. مش قادرة انساه. طب اعمل ايه؟ مش قادرة انساه. هو اللي بيحب بينسى يا جماعة. على فكرة يا مدام دي حقيقة، انت مش قادرة تنسيه. والله انت ما قادرة تنسيه. انت زي ما احنا ما قلنا، انت مشيتي رضا لفترة من الزمن عبال ما تكيفي امورك في قصة ميسي وجانو، لان رضا كان هيقعد معاكي عائق في تاريخك، او عائق في انك تحاولي تخلصي في الراجل اللي راح ده. راح كده يعني اتخطف. الميسي وجانو اتخطف. هو بصوا يا جماعة، هو كل واحد بيروح بالدقيقة واللحظة، هو مش ميت ناقص عمر لحظة. فيعني هنقول ايه؟ هنقول عمره. بس انتي كنتي رضا كان هيقعد لك عائق في القصة دي، كلمة كده، كلمة يسمعها كده، كلمة تتنطور كده، كانت هتبقى مصيبة قدام رضا. فانت امشي رضا واتلكك له الفترة دي، يمشي رضا ويتكل على الله. وبعد كده هو حضرتك بعد بقى ما تلهفي كل حاجة وتستولي كل حاجة وتوضبي كل حاجة انت وبناتك. طبعا يعني ما بجيبش سيرة البنات بحاجة، انا بقولك لا وضبطيها انت وبناتك. لما طلعت ياسمين طبعا كلكم فاكرين الواقعة الشهيرة لما طلعت تا 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 انا اللي اخدت البيت. فعاوزين نقولك يعني انتوا قعدتوا رستقتوا اموركم. يوم ما رحتوا له، يوم ما دودو صورت طبعا يعني من الفيديو بتاعك، من الفيديو بتاع حضرتك، وانتوا يعني لقطات كده من فيديوهاتك انت، جابت من فيديوهاتك انت مش من فيديوهات حد، وانت فاتحه لايفات وده داخل وده خارج وخيالات قدامنا. طلعتي تكدبي الخيالات وتشتمي فيها وتدعي عليها. بس الخيالات كانت حقيقي، واحنا فعلا تأكدنا كلنا ان الخيالات كانت حقيقي. انت علشان تظبطي امورك وتظبطي دنيتك، رضا ما يسمعش كلمة كده، كلمة يمين كلمة شمال، تظبطي امورك. تعالوا نسمع. يوم الجمعة الصبح بقول لك ايه يا روز؟ روز لو مش عاجبك يا قلبي اخرجي ماشي، اللي مش عاجبه بيقولوا لها يوم الجمعة الصبحي. هو انت كل يوم جمعة ليكي واقعة؟ يوم جمعة تقومي تشتمي في فلان، يوم جمعة تقومي، هو انت مستقصدانة في يوم الجمعة بالذات تقومي دايما تصدري لنا القذارة دي، صفايح الزبالة تتبخي كده في وشنا كده؟ يعني ايه يا مدام؟ هو انت يعني ما بتلاقيش غير يوم الجمعة هو اللي تلمي الستات في قلب البث بتاعك وتفضلي تصدري لهم الكلام ده؟ يعني انا مش فاهمه. طلعت في البث بتاعها طقم حنيه على رضا، طقم حنيه على رضا فظيع، وتقولك لا انا مش بحبه، ده هم شراشيح بيخشوا يقولوا لي ده انت روحك فيه، ده انت الطفشان لن يعود، ده مش عارفه ايه. وتفضلي يعني زعلانه قوي ان بيقولوا لك كده. بس انا عايزه اقولك على حاجه، احنا شايفين قدامنا ان انت فعلا هتموتي عليه. هتموتي عليه، والله 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 يا مدام انت هتموتي على رضا. قلتي خلاص رضا انا عتقته لوجه الله. طب ما هي سيره رضا، ما هي لو جت سيره عبير غصب عنك هتجيبي سيره رضا. يعني فاهميني يا جماعه؟ هي بتتكلم على عبير وبتقولك انا مش هقطع عبير وانا هفضل احكي على عبير. الله، طب ما هي سيره رضا هتيجي مع عبير؟ ما هو استحاله يا جماعه يكون حصل حاجه يعني عبير اللي عملتها لوحدها، لا لازم يكون رضا عملها معاها. يعني والله انا مش عارفه احكي لكم ايه، مش عارفه اقول لكم ايه في القصه دي.
يعني انت هتجيبي سيره رضا؟ ما تلقائي نفسك هتجيبي سيره. لا انا هطلع ادي طعم حنيه لرضا، ورضا يا جماعه مالكمش دعوه برضا لو سمحتوا، خلاص ما تجيبوش سيره رضا. هو ما جابش سيرتي، ما جابش سيرتي، سالش عليا. ما قالش حاجة. لا الراجل ما قالش حاجة خالص. والله الراجل ما قالش حاجة خالص، ومتجنبك خالص، وقال خلاص انا مش طالع على اليوتيوب يوم ما اطلع في حاجات تخص بلدي. وانت قلتي كده، وقلتي ان الراجل خلاص متجوز ومراته حامل. لازمته ايه بقى الكلام المقرف اللي انت طالعه قاعده تقوليه؟ لازمته ايه انك طالعه قاعده تقولي انت بتغيظي كده عبير؟ طب عبير مالها وماله؟ هي عبير كانت اتجوزته؟ عبير ما اتجوزتوش يا مدام. يعني عبير ما اتجوزتوش، انت طالعه بتغيظي مين؟ انت طالعه بتقهري مين؟ انت طالعه بتقهري مراته. عاوزين نقول لك يا شيخه حسبي الله ونعم الوكيل، لك من الله وعليك من الله ما تستحقين. انت طالعه بتعملي ايه؟ طالعه بتهببي ايه؟ لا انا هي مش هسيبها، انا هي هفتح لها الصندوق الاسود، هفتح لها الصندوق الاسود وهفضل احكي في سيرتها ليل نهار. لكن هو لا، هو مش هحكي في سيرته، هو مش هحكي في سيرته، انا خلاص عتقته. طب ما انت هتجيبي سيره عبير تفتحي صندوق اسود؟ ما انت هتفتحي ما هتتكلمي عليه، ما انت هتجرجري كلام وهو كمان، واتكلمتي وحصل وانك اتكلمتي وجبتي سيرته. وكل واحده تخلي بالها من جوزها، واوعي تشغلي خدامه عندك، واوعي تخلي بالك من الخدامه، خلي بالك من مش عارفه من ايه، مش عشان الخدامين وحشين، لا. طب ما انت كده بتغلطي فيه، طب ما انت قاعده برضو بتجيبي في سيرته وقاعده بتغلطي فيه عايزه اقول لك والله يعني خلاص، يعني انا مش عايزه اقول لك حاجه تاني، عاوزه اقول لك لك من الله وعليك من الله ما تستحقي. بامانه انا ما كنتش ناوي اعمل فيديو النهارده، بس انا حبيت اطلع بالكلمتين دول، لان في فيديو تاني انا محضراه وبحضر فيه دلوقتي، فقلت ده يبقى خفافي كده، علشان اقدر احمله وانزله، وباذن الله هنزل لكم فيديو مهم جدا جدا جدا. عاوزه اقول لكم اخواتي وحبايبي لايك وكومنت واشتراك في القناه، وبحبكم كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.